السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن العسل الاسود، عشان المتابعين معانا كل معظمهم يعني اللي هم في الدول العربية في الجزائر والمغرب مش عارفين يعني ايه العسل الاسود. فانا النهاردة هتكلم عنه واعرفكم هو ايه العسل الاسود وفوائده ايه للأرانب وللإنسان كمان. بس قبل ما نتكلم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. يا ريت كل اللي مش مشترك في القناة يشترك عشان القناة تكبر بيكم. ودلوقتي هندخل على العسل الأسود. العسل الأسود ده هو مادة بنية غامقة حلوة، طعمها حلو قوي. طبعا هي غذاء للإنسان. بصوا لزجة، مادة لزجة اهي. طبعا ده انا عن ابني ما بياكلش الا عسل. ابني على طول عايز عسل ياكله على طول. ايه فوائد العسل الاسود او هو بيستخرجوه من ايه؟ العسل الاسود بنستخرجوه من عملية تصنيع السكر، من قصب السكر، من البنجر، يعني اي مادة او اي مادة بنستخرج منها السكر ده بيتصنع منها العسل كمان في اثناء عملية تصنيع السكر. طيب هو العسل الاسود فوائده ايه للانسان؟ اولا للانسان هو بيحسن مستويات ضغط الدم، وبيحافظ على صحة القلب، وبيتحكم في مستوى السكر في الدم، خصوصا للناس اللي هم بيتبعوا ايه نظام غذائي غني بالكربوهيدرات. وبيقي من الإصابة بالسرطان نتيجة وجود العديد من العناصر المضادة للأكسدة اللي موجودة في العسل الأسود. طيب هو دلوقتي بيسموه ايه بقى في الدول العربية؟ احنا عندنا هنا بنسميه عسل أسود. طب في الدول العربية بيقولوا عليه مثلا دبس العسل، دبس السكر، أو الملاس. هو قلنا زي ما احنا قلنا كده، هو شايفين اهو، هو ممكن لو شفتوه هتعرفوه. ده طبعا احنا بناكلوه، احنا كبني ادمين بناكلوه. فطبعا هو مفيد جدا لينا للارانب كمان. هو رافع للمناعة، رافع للمناعة للارانب، وبيحتوي طبعا على هو يعني احسن من السكر في ايه بقى؟ هو طبعا هو مسكر جدا، بس هو ليه احسن من السكر؟ عشان فيه معادن مش موجودة في السكر. موجود فيه معادن مش موجودة في السكر بنسب مختلفة، يعني مش نسب محددة. هو موجود المعادن فيه، موجود فيه مغنيسيوم، وموجود فيه كالسيوم وحديد ونحاس وبوتاسيوم وفيتامين ب6 وسيلينيوم ومنجنيز. طبعا دي حاجات كتيرة جدا موجودة في العسل الأسود. ده يثبت ان له فوائد جامدة على اي حاجة، على الارانب، على الفراخ، على البط، على الحمام. ده كفاية ان هو مفيد للبني ادمين اصلا. يعني ده شيء يبين لنا ازاي هو مفيد للحيوانات. طيب هو بقى هو طبعا يعتبر عنصر غذائي متكامل، لانه موجود فيه فيتامينات ومعادن اساسية للجسم. بيحتوي كمان على مضادات اكسدة بنسبة كبيرة، اكبر من باقي انواع العسل. وبيقي من الاصابة بفقر الدم، ويخفف من مشاكل الام البطن. يعني لو في انتفاخات او في اي حاجة عند الارانب، فطبعا هو بيقي منها. العسل الاسود مفيد جدا، وعشان كده احنا بنعمل منه، بنحطه على المية للارانب عشان نرفع من مناعة الارانب. حطه على المية كده عشان نرفع مناعة الارانب. طبعا الارانب الفطام محتاجين ان احنا نرفع المناعة بتاعتها قبل ما نفطمها.
عشان لما نفطم يبقى هي مناعتها كويسة. وبرضو الأرانب الكبيرة اللي هي الأمهات محتاجين برضو العسل ليهم، محتاجين العسل لكل الأعمار. هو رافع للمناعة ومفيد جدا بالأملاح بالفيتامينات اللي موجودة فيه والمعادن. واحنا دلوقتي هنحط اهو المية. طبعا الأرانب بتبقى مبسوطة بيه جدا عشان هو طعمه مسكر. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الأرانب بتشرب بنهم ازاي؟ وإن شاء الله ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ودمتم سالمين إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.